السلام عليكم. كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون اموركم بخير وعلى خير. كنتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم فيلا معروضه للبيع في مدينه مراكش وبالضبط في تاركه. هذه هي اللي كتشوفوها من ورايا. هذه فصادة من جهه اخرى. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وما تنساوش كيف كنقول لكم لايك للفيديو باش يطلع ويوصل للناس اللي مهتمين. ويلا نشوفوا التفاصيل ديال الفيلا. هذه هي الدخله ديال الفيلا، الباب الرئيسيه. كنتمنى تكملوا الفيديو لان باقي التفاصيل ديال الجرده وداك الشيء خليتهم حتى للاخر، وقلت نبدا بالفصاله ديال الفيلا. هذه هي الواجهه فاش كندخلوا من الباب، يعني الاولانيه فين كاينه الباركي ديال الطوموبيل وداك الشيء. كنلقاو هاد المساحه هذه وكنلقاو هاد الباب الرئيسيه ديال الفيلا. كيف قلت لكم الفيلا الحمد لله مجهزه مزيان، فيها يعني كاميرات، فيها لابيسين، فيها لي بروجيكتور بالنسبه لليل وداكشي. الاضاءه كاينه الحمد لله. بالنسبه للمساحه الاجماليه ديال هاد الفيلا فيها 1600 متر مربع. المبني فيها تقريبا اكثر من 260 متر. وفي اخر الفيديو غادي تشوفوا معايا الجوله في الجرده وغادي تشوفوا الباركي ديال الطوموبيل. ودابا حنا داخلين في الفيلا. هنا في الدخله كيف كتشوفوا معايا كاينه هاد الدخيله هذه اللي دايرين مولينها هاد الكريسات هنايا وهكا، يعني كيفاش مفرشينها. هاد الفيلا لاحظت فيها خليط بين التقليدي والرومي. هنا على يدنا ديال الشمال كاين واحد، هنا فين كاين لافابو داك الشيء، وكاين طواليت حاشاكم. وهذا هو الشكل ديالو. بالنسبه هاد الفيلا هادي كاين فيها لاكاب لتحت، وهاد الطابق هذا اللي كنصور فيه اللي فيه جوج صالونات كبار وفيه سيجور وفيه كوزينه حتى هي كبيره، وفيه البراندات حتى هما غادي نشوفوهم كيطلعوا على الجرده. وكاين الفوقي اللي فيه بيوتات النعاس وحمامات وداك الشيء. المهم كملوا غادي تشوفوا التفاصيل كامله. هذه فهاد الطواليت هذه كاينه ديك الخزانه كيف شفتوا معايا. وهنا قبلتنا كاينه داك السقايه جات بداك الشكل هذاك وبديك اللوين، عطات واحد المنظر مزيون فهاد الدخيله هذه. وهنايا اللمسه التقليديه ديال القدامين، المدينه القدامين يعني في المغرب. راكم عارفين الدربوز او دور الحرقه كيف كنقولوا له حنايا، وفي مراكشيين كنظن كيقولوا له الدربوز. هنايا هاد الباب هادي كيف شفتوا معايا غادي دخلنا لهاد البلاصه هادي اللي فيها صالونات. هذيك الباب اللي قبلتنا غادي نشوفوها حتى هي. هذا على اليمين ديالنا كاين هاد الصالون كبير تبارك الله، فيه داك يعني الشراجم كبارين كاملين كيطلعوا على الجريده. وهذه هي الشكل ديال السقف ديالو، يعني كيف كنا كيف قلت لكم داك الشيء التقليدي ديالنا ديال الديور العربيه القديمه يعني. المهم هنا كنقرب لكم الصوره اكثر باش يعني الناس اللي مهتمين يعرفوا اشنو يعني كيشوفوا. وهنا قبلتنا صالون اخر حتى هو كبير، صالون عليه لمسه عصريه بهذا الشكل هذا. وجات بيناتهم هاد السالامونجي. وغادي نقرب شي شويه غادي تبان لكم واحد القعيده كما كيقولوا. المهم هذه هو الصالون اللي قبل الصالون الاخر، حتى هو فيه جوج الشراجم تبارك الله وكيطلوا كاملين على الجريده. وهذيك الجليسرايه فين كاينه ديك التشمينيه، البلاصه ديال التشمينيه مولينها عاملين هذا الديكور هذا. كنظن هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله الا تيسر غادي ينزل نهار الاول اول يوم في رمضان. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد. ان شاء الله نستغلوه في الطاعه والعباده، بالذكر بقراءه القران، نحفظوا اللسان ديالنا، نصوموا الصوم لله سبحانه وتعالى. الصوم ماشي فقط نمتنعوا عن الاكل فقط، وانما بزاف د الحاجات خصوصا النساء
يعني الواحد ما يحاولوا النميمه الغيبه داكشي نبعدوا منه. وهذا هو الشهر يعني المبارك ان شاء الله، اللي بزاف د العادات السيئه اللي كتكون فينا نحيدوهم باذن الله. دابا نكملوا الفيديو ان شاء الله. هذه البراندا كيف قلت لكم كيطل حتى على الجرده، جات بهذا الشكل هذا، جات كبيره حتى المساحه ديالها. هنا شي جلسه هكذا في العشيه في الصباح. صراحه انا كنصور وكنتخيل بزاف د الحاجات، عندي هذه العقليه هذه، كنتخيل الحاجه واخا ما كتكونش سبحان الله العظيم. انتما كتشوفوا المساحه ديالها من جهه اخرى، راه كاينين جوج ان شاء الله. هذه كاينه الاولانيه وعاد غادي نشوفوا الثانيه. انتما يعني نظره يخرى من جهه يخرى بالنسبه للصالونات والمساحه ديال هاد الجهه هذه. ما تنساوليش اللايك للفيديو، ضروري اللايك للفيديو، ما تخسروا حتى شي حاجه، والاشتراك اللي باقي ما اشتركش، وبارطاجيو الفيديو مع ناسكم وحبابكم والاصدقاء ديالكم. هنايا غادي ندخلوا لجهه اخرى، كاينه باب اخرى هنا قبلتها. انا قلت لكم يعني شتي هاد البيبان هايده كتفكرنا بداك الشيء ديال القدامين. انا كنعقل على دار جدي الله يرحمه، كانت يعني ديك البيبان الكبارين وداك الشيء وداك دور الحرقه يعني الدربوز. هنايا كاين واحد السيجور على اليمين ديالنا، حتى هو فيه جوج شاجم كبارين كيطلعوا على الجرده. يعني فيلا نقيه يعني ما شاء الله تبارك الله، فيها كل شيء. وكنت بغيت نقول لكم في بدايه الفيديو مع الدخله نقولوا ما شاء الله اللهم بارك اذا شفنا شي حاجه بحال هكذا، سواء فيلا منزل بيت، يعني شقه. الانسان دائما يقول ما شاء الله، يشوف كما كيقولوا هنا في مراكش يشوف بعين الرحمه. والمهم هذا البيت، هذا السيجور هذا راه في هذا الباب اللي كتخرجنا من ديك البراندا الثانيه. ما بغيت نحلو ولكن صعب عليا مع التصوير، يدي كنصور. وهذا غادي نشوفوها ان شاء الله في الاخر الفيديو، غادي نكون كنعمل لكم جوله في الجريده. هذا هو المساحه ديال هذا السيجور. وهنايا كاين قبلتو هذا غادي هبطنا لتحت سميتو لاكاف. وهنايا كاينه هاد الكوزينه، جات كبيره تبارك الله، وحتى هي يعني مشمشه ومضويه ومهويه، وفيها داك البلاكار هاد الابيض كبير كيف كتشوفوا معايا. وكاين بلاكارات في الفوقي والبلاكارات لتحت. هانتوما غادي نطلوا من هاد الشريجم هذا نوريكم يعني فعلا من كطل هاد الكوزينه كطلل على الدخله فين كنت كنصور لكم في البدايه. هانتوما كتشوفوا جوج الشرجم حتى هي تبارك الله. وهذه هي المساحه ديالها، هانتوما كتشوفوا معايا تبارك الله راه كبيره، وجات الشكل ديالها مربع، يعني كتكون عاطيه في المساحه الا كانت هكذا مربعه. كنشكر الناس بزاف اللي تواصلوا معايا في الواتساب، اللي صيفطوا لي يعني كيبكروا عليا هذا رمضان. كنقول لهم حتى هما رمضان مبارك. كاين اللي جاوبتو كاين اللي ما تيسرش ليا، كنقول لكم رمضان مبارك على الجميع. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم وعلى السؤال ديالكم. الغياب فقط الانسان كيعيا شي شويه وكيبغي يرتاح، لان ماشي سهل انك تتنقل في مراكش، ماشي سهله باش تمشي لهنا ولهنا ولهنا. كيعيطوا الناس ولكن للاسف كنعتذر منهم الناس اللي يداروا معايا وما مشيتش لظروف الصراحه. سمحوا لي، ان شاء الله نعاودوا نرجعوا نخدموا هذا الشيء هكا عبر القناه. هنا في الطلعه ديال الدروج، بالنسبه للدروج كيف شفتوا معايا كاين الرخامات في هذوك الدروج، والطلعه ديالهم هي هذه. نطلع معكم غير بشويه بشويه، وغادي نجي لهاد الدربوز هذا وغادي نطلل فيه. ضروري واقيلا غادي نطلل. هو كيطلع على داك السفلي، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيف عامل. ودابا نبداو نشوفوا يعني الفصاله ديال هاد الوسطي اولا الطبق العلوي اللي فيه غرف النوم. كيف قلت لكم كنتمنى ما نكونش ثقيله ولا جبت لكم الملل، لان الفيلا ضروري تبارك الله كبيره، فيها يعني مساحه ديالها ما شاء الله. مهم صبروا معنا. كيف شفتوا معايا في ديك الدخله كاين داك البلاكار، وهذا البيت الاولاني اللي غادي نشوفو.
ها انتم كتشوفوا حتى هو فيه جوج، يعني تبارك الله فما البيوتا كاملين فيهم جوج الشراجم، وكاين داك الباركي في الارض، الارضيه ديالو يعني ها انتم كتشوفوا. وكاين فيه واحد حمام، واحد الدوش، يعني حمام غير صغير غادي تشوفوه معايا حتى هو. كاين هاد الطواليت حاشاكم، وفيه دوش صغيره هكا جات من ورا الباب. هي مورا الباب غادي يبان لكم هاد الدوش صغيور. ومن غادي ندور غادي نجيب لكم المساحه ديال البيت. هانتم كتشوفوا من جهه اخرى. شعلت الضوء، انا كنت كنصور بالنهار لان الشراج مشدودين والريدوات وداكشي مهبطين، داكشي علاش شعلت الضوء باش تبان لكم الاضاءه مزيانه. ودابا غادي نمشيو نشوفوا البيوت اخرين. هنا كاين بيت اخر قبلته، حتى هو تبارك الله مشمش، فيه بالكون، حتى هو بالباركين في الارض، الارضيه ديالو، وفيه غادي يبان لكم حتى واحد البلاكار. هنا كاين البلاكار على اليمين ديالي، ها هو. هنا كنحاول نبعد ما نبانش انا في المرايه باش يبان لكم بلاكار مزيان. وكاين يعني البالكون كيف قلت لكم في هذا البيت اللي غنشوفوه دابا. بالنسبه للفيلا تبارك الله كامله فيها يعني الريدوات ديال الشراجم، البالكون داكشي كله الكتريك. هذه هي المساحه ديال هذا البالكون. وكاين بيت اخر حتى هو غادي نشوفوه كيطلل، يعني حتى هو عنده الباب من هذا البالكون هذا. غير عقلو مي غادي نشوفوا داك البيت، يعني غادي نقول لكم هو هذا البالكون. هذه هي الاطلاله ديال البالكون من الفوقي، كطلع على ديك لابيسين ولا الجريده تبارك الله ما شاء الله، الله يرزقنا. المهم حنا كنشوفوا هذا الفيديو ما نساوش نستغلوا هذا الوقيت هذا، ذكروا الله سبحانه وتعالى كيف العاده، كيف ولفنا مع بعضياتنا الاستغفار، الصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا كاين هاد بجنبو كاين هاد البيت اللي شفنا دابا، كاين بجنبو دوش حمام اخر، لان كاين جوج الحمامات ولا ثلاثه تبارك الله. في البيت الاولاني اللي شفنا كاين تما دوش وحمام صغير، وكاين هذا اللي فيه داك البانيو ياك كيف كتشوفوا معايا دابا، وكاين واحد اخر حتى هو غادي نشوفوه. ودابا غادي ندخلوا لبيت اخر عاوتاني كاين في الجنب، هو هذا. هذا فيه شويه ديال المهم انتم كتشوفوا هذا الباكاج ديال موالين الفيلا وداكشي. غادي نحاول غير نجيب لكم غير نظره عليه، حتى هو بيت بحال واحد اخر اللي شفنا، فيه بلاكار وفيه هذا فيه هو اللي فيه داك البالكون اللي قلت لكم يعني كتفتح الباب نفس البالكون الاخر. داكشي غادي جبت لكم غير نظره عليه خفيفه. وهنايا كاين بيت اخر حتى هو اللي مستغلينه على اساس بحال البيت ديال دريسينغ هكذا، فيه الحويجات وداكشي، غير هو مشدود. ما كاين علاش نصوروا المسائل يعني الخاصه بالضبط. البيت يعني ماشي كبير بزاف وماشي صغير. كنتمنى الناس اللي مهتمين وباغيين يشوفوا هاد الفيلا يعني ما عليهم غير يتصلوا على الرقم اللي كاين في الشاشه وغادي يكون خير ان شاء الله. هذا بيت اخر حتى هو بيت كبير تبارك الله. والصراحه برد لي اش غنقول لكم، حنا كنسى عزيز علينا البلاكارات. هذا البيت هذا قال لك ما كتعرف والو في البلاكارات تبارك الله. كاين هذا البلاكار هذا كيف شفتوا معايا، وكاين يعني من التحت ومن الفوق. وغادي نشوفوا البقيه. علاش قلت لكم هذه الهضره تنكمل معكم هذه اللقطه هذه، لان هذا البيت فيه حتى هو البالكون كيف شفتوا معايا، وفيه حمام داخل البيت. هادو بلاكارات تبارك الله ها هما، وكاين بلاكارات اخرين، كاين هذا من هاد الجهه وكاين هذا على اليمين وكاين من الفوق، وكاين هذاك اللي قبلتنا. يعني ما يبقاش الحس ديال القش كيدور في السكنه هذه. وكاين هذاك اللي في جنبه. وهنايا كاين هاد الحمام هذا كبير تبارك الله، فهداك الشرجم حتى هو يعني مضوي، وفيه هاد البانييره ولا البانيو.
وجوج ديال اللافابوس. هذا هو يعني هذه هي المساحه ديال هذا البيت. بيت كبير فيه حمام بالبانيو ديالو. غادي كنقرب لكم الصوره اكثر باش تشوفوا يعني الفينيسيون وكل شيء. وكاين هنايا يعني حمام اخر، يعني كنظن هذا بحال الشكل ديال هكا ديال الصاونه كنظن. المهم كنخلي مول الفيلا شي معلومه عليه غير ما بقيتش عاقله. وهادو هما البلاكارات اللي في هذا البيت تبارك الله كله بلاكار. وهذه هي المساحه ديالو. من جهه اخرى يعني جوج شاجم كبارين، وكاين داك البالكون حتى هو. ما تنساوليش الاشتراك للقناه ضروري واللايك للفيديو. وهذه اطلاله اخرى من هاد دور الحلقه. ودابا يلا نهبطوا لتحت باش نشوفوا لاكاب. بالنسبه للاكاب هذه كاين هاد البويبه غادي تشوفوها يعني كتخرج الجريده اللي بغى يدخل من تما ولا يخرج. لاكاب جا غير صغيور يعني ماشي كبير. فيه واحد بحال واحد الصاله ولا صالون، ها هو يعني جا كبيبر. فيه الحوايج وداكشي علاش ما بقيتش مركزه فيهم مزيان هذا السفلي. وكاين فيه هاد دوش وطواليت. وفيه بالمناسبه فيه حتى حمام بلدي يعني بلانستالاسيون ديالو ديال النحاس هكا بحال شكل ديال الصاونه. وكاين هاد البلاصه هادي. وهذا هو الحمام اللي قلت لكم يعني بلدي. في لانستالاسيون ديالو داكشي ديال كيسخن الارضيه وداكشي. وكاين هذاك البويت الصغير كيف كتشوفوا معايا. هذا هو لاكاب يعني جا غير صغير ما جاشي كبير. ودابا يلا نمشيو نشوفوا الجريده ديالنا. قبل ما ندخلوا كاين هذا هنا فين كيباركيو طوموبيل مثلا. كاين هنا تهز لكم تبارك الله جوج طوموبيلات الا كانوا صغار. وراه كيف كتشوفوا معايا كيتشدوا اوتوماتيك ولا الكتريك. هنا الدخله ديال الفيلا. بالنسبه للثمن ديال هاد الفيلا ما غاديش نقولوا في الفيديو. اللي عنده يعني اللي مهتم او لا باغي يشري وعجباتو يتصل بينا ان شاء الله وغادي نقولوا ليه الثمن وغادي يكون غير الخير. لان كنقولوا الاثمنه كنبغي نوصل لكم المعلومات كامله. كاينين شي فئه ماشي كلشي وكنحترمها حتى هي. غير هو ما عندها حتى شي دخل، ما كتبغى تشري ما كتبيع ما حتى شي حاجه. وكتخلي التعاليق ديالها لا الثمن تعقب وهي ما عارفاش لا موقع ما عارفه لا مساحه ما عارفه يعني العقار شحال ساوي مثلا في مراكش او في مدينه اخرى. داكشي علاش كيبدا يجبد لي شويه المشاكل هكا والصداع. اللهم اللي مهتم هو اللي غادي يتصل ان شاء الله وغادي نقول ليه الثمن وغادي يكون خير باذن الله تعالى. دابا غادي نخليكم مع جوله في المحيط ديال الفيلا في الجريده اللي فيها لا بيسين. خارجين من هاد الفيلا جوج براندات كيف شفتوا معايا في الفيديو. كنتمنى يكونوا المعلومات كاملين وصلوا لكم. تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال. وما تنسونيش من صالح الدعاء ديالكم. اهم حاجه الصحه ديالنا، ثاني حاجه علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى تكون مزيانه. ونستغلوا هذا الشهر الكريم بالعباده والذكر وقراءه القران. اللي يقدر يختم ختمه جوج حتى ثلاثه سعداته. يعني اللي غيختم يدعي معنا. وشكرا لكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بعدا كنحماق على شي حاجه فيها بحال هكا الجرده لبيسين يعني دخلت وخديت راحتي في التصوير. كنتمنى حتى نتوما كتكونوا كملتوا معايا الفيديو. وشكرا لكم.
لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو